طبعا انا وانت وكلنا سمعنا عن وفاة اللاعب احمد رفعت بالمشكلة اللي حصلت له واللي اتظلم. بس انا اللي مش جاي اتكلم في الفيديو عنه القصة دي، انا جاي اتكلم في الفيديو ان كان في لاعب بيلعب كويس جدا، رياضي، صحته كويسة جدا، محترم ومؤدب. فجأة وهو بيلعب كورة يقع في الملعب قدام الناس، الكل يشوفه يسمع قصته، قلبه يتوقف خالص ويصاب بسكتة قلبية، يوصل للمستشفى، الدكاترة يقولوا انه مات. بعد ساعة ونص تحصل معجزة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، إن يفوق اللاعب أحمد رفعت ويرجع ويكمل حياته تاني، ويحكي قصة ظلمه وسبب موته، إنه تأثر بما حدث له وأصاب يعني إصابة، إن حياته، إن صحته النفسية ما كانتش متظبطة. فممكن يكون ده السبب إنه أصيب بسكتة قلبية أو الوفاة، وبعد 4 شهور اللاعب يتوفى تاني. وكأن ربنا عايز يوضح لك ويقول لك، أو الواقع اللي انت لازم تعرفه، إن دي الرسالة وآية ومعجزة معاصرة من الله سبحانه وتعالى، انك تقرب لربك وترجع له وتتوب وتبعد عن اي ذنب واي معصية. كان بيلعب عادي وتوفى، كان قاعد عادي وتوفى، كان على طاعة وتوفى، كان على معصية وتوفى. انت كذلك ممكن تموت في كل الحالات دي. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وخد بالك، في اي وقت ممكن تموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.